أعزائي المتابعين، جايبة لكم فيلم جميل قوي، فيلم كوميدي على دراما على بوليسي متنوع. الفيلم بتوع عادل إمام وآثار الحكيم وإيمان. فيلم قاتل ما قتلش حد، إخراج محمد عبد العزيز وقصة بهجة قمر. الفيلم بيحكي عن عادل مندوب شركة تأمين اللي بيعيش مع بنته الوحيدة نهى بعد ما زوجته توفت وهي بتولدها. البنت بتحكي له عن المدرسة بتاعتها أبلة صفاء اللي بتحبها جدا وبتهتم بيها، وبتطلب أبلة صفاء من البنت إنها تشوف والدها. بيروح عادل المدرسة يقابل صفاء، وبتحكي له إن بنت وحيدة ومش بتلعب مع زمايلها، وإن ده هيأثر على نفسيتها. فبتنصحه إنه يوديها نادي تلعب عشان تختلط اللي في سنها يعني، وعشان يبقى ليها أصحاب. بيشكرها عادل على اهتمامها ببنته، وبيعرف منها انها محتاجة شقة تقعد فيها هي ومامتها، فبيساعدها عادل وبيحاول يجيب لها الشقة اللي جنبه في العمارة، وبيساعدها كمان في نقل العفش. بيحصل اعجاب بينهم والعلاقة بتتطور وبيخطبها. في نفس الوقت بيكون عادل بيشتكي من صداع مستمر ودوخة وزغللة، فبينصحوا اصحابه في الشغل ان هو يكشف عند طبيب الشركة. بيروح للطبيب ده، والطبيب بيطلب منه أشعة على المخ وبيعملها. بعد كده الدكتور بيكتشف انه عنده ورم خبيث في المخ، وانه هيموت. بيبلغه انه هيموت خلال 6 شهور تقريبا. بيفكر عادل في خطيبته وبنته طبعا، وان ازاي يأمن لهم مستقبلهم قبل ما يموت. وبعد كده وهو في الشغل بيفكر، بيجيله العميل أحمد الهلالي، راجل غني جدا يعني. بيجيله بيقوله انه عايز يلغي بوليصة التأمين اللي كان عاملها لصالح زوجته. بيستغرب جدا عادل، لانه عارف كل الناس عارفة ان احمد الهلالي ده بيحب زوجته جدا، فليه هيلغي البوليصة. فبيقوله تعالي بكرة واكتب لي طلب بالإلغاء وارفق بيه البوليصة. وفعلا مشي احمد الهلالي عشان يرجع له تاني يوم ويجيب له الورق ده. في نفس الوقت كان عادل بيفكر ازاي يأمن مستقبل بنته، فبيروح للطبيب بتاع الشركة وبيطلب منه انه يكتب له تقرير مزور بان صحته سليمة، عشان يقدر يعمل بوليصة تأمين لصالح بنته تنفعها لما يموت. بيرفض طبعا الطبيب وبيقوله طبعا ده تزوير. فبيستعطفه عادل وبيقوله عشان خاطر بنتي، عشان هي تعيش ويبقى ليها مستقبل، لان انا لو مت هي يعني هتتشرد، ما فيش معاها فلوس ولا حتى حد يعيش معاها او يساعدها. لكن الدكتور بيرفض وبيقوله انها جريمة ومش ممكن يساعده في كده. فبيفكر عادل بسرعة، بيقوله انه ممكن يديله نسبة من مبلغ البوليصة. فالطبيب بيتضايق جدا وبيطرده وبيهدده انه ممكن يبلغ البوليصة عنه. بييأس عادل من الفكرة دي وبيخرج، بيروح شغله. بيلاقي زمايله بيقولوله تاني يوم، يعني بيلاقي زمايله بيقروا في الجرايد خبر وفاة او مقتل احمد الهلالي. بيسألهم عادل عن القاتل، بيقولوله القاتل مجهول. بيفكر عادل وبيسترجع كده انه هو كان عايز طبعا يلغي البوليصة بتاعت زوجته، فبيشك فيها. بيقول اكيد طبعا هي اللي ورا المقتل ده يعني. بعد كده بيروح لها البيت وبيقول لها انه جوزها، بيعرفها انه جوزها كان هيلغي البوليصة، وانه جاي لها بصفة شخصية عشان يتفاهم معاها على صفقة، والصفقة دي هتكسبهم هما الاتنين. طبعا بتستفهم منه ايه الصفقة دي. بيقول لها انه مقتنع انها هي اللي ورا جريمة القتل، وانه هو البوليس اكيد بيشك فيها، وان هو ممكن يأكد شك البوليس ده اكتر لما يعرفهم انه جوزها كان هيلغي البوليصة. لكن هو عنده الحل عشان يطلعها من الموضوع ده، وبتسأله ايه هو الحل. بيقول لها انه هيعترف للبوليس انه هو اللي قتل جوزها، عشان اولا كده هيخرجها من حبل المشنقة، لكن في نفس الوقت هيبقى في مقابل انها تديله فلوس اللي هيأمن بيها مستقبل بنته. بتتهمه بالجنون وبتقوله ازاي تقول كده وانت ما قتلتوش. بيقول لها
بيوريها الاشعة بتاعته وبيوريها انه كده كده ميت. فبيقول لها بما اني هموت مش هتفرق لو مت كده على السرير ولا مت في حبل المشنقة، المهم ان انا اسيب لبنتي حاجة لمستقبلها. وبترفض وبتطرده من البيت. لكن بعد مرورها بالتحقيقات والضغط عليها من وكيل النيابة بتوافق على الصفقة بتاعت عادل، وبتتصل بيه في الشغل وبيتفقوا على التفاصيل. فبيطلب منها 20,000 جنيه وبيسألها على تفاصيل الجريمة عشان يقدر يقنع البوليس ان هو القاتل. بيطلب منها المسدس اللي اتقتل بيه احمد، وبيقنع البوليس ان هو اللي قتل لما بيحط طبعا بصماته عليه وبيوريهم المكان اللي هو دفنه فيه. وبيروح البوليس يلاقي المسدس مكان ما عادل قال بالظبط. بيقتنعوا طبعا ان هو القاتل وبيصدقوه، بيتم حبسه وكمان بيتحكم عليه بإحالة أوراقه للمفتي. بعد كده الطبيب الشركة بيسمع ان باللي حصل ده لعادل، فبيروح يقدم طلب لوكيل النيابة وبيقول له ان القانون بينص ان لو في مسجون مريض لازم يتعالج قبل ما يتعدم. وفعلا بيوافق وكيل النيابة وان هو يعمله العملية، وفعلا بيعملوا له العملية. والمفاجأة ان العملية بتنجح وانه بيكون خف. بيفرح طبعا عادل جدا وبيقرر ان هو يعترف بالحقيقة عشان يخرج من السجن ويعيش مع بنته. وبيقول لهم ان مش هو القاتل وبيحكي لهم اللي عمله مع مرات القتيل، ومحدش بيصدقه. بيقول له انت معترف وبصماتك على المسدس. فبيضطر عادل يهرب من المستشفى عشان يثبت براءته. بيروح لزوجة القتيل وبيقول لها ان هي اللي قتلته. بتقول له لا، وان عندها الدليل لانها في اليوم ده كانت سهرانة طول الوقت. فوقت ما اتقتل جوزها كانت هي في نايت كلاب مع اخوها، وفي ساعة في النايت كلاب كانت بتحدد الوقت اللي هي كانت قاعدة فيه اللي هو نفس الوقت اللي اتقتل فيه جوزها. بيتفرج على الصور وبيشوف الدليل ده. بيكتشف حاجة عادل ان في الصور دي دي شبيهة مش هي، لان في البنت لابسة باروكة صفرة اللي بترقص مع اخوها وفي شامة في ظهرها. ولما بيكشف ظهر زوجة القتيل يعني بيلاقي ان ظهرها مفهوش شامة او وحمة، فبيعرف انها كدابة وان في واحدة بديلة هي اللي قامت بالدور ده اثناء ما هي كانت بتقتل جوزها. فبيتصل بالبوليس وبيواجهها بالحقيقة دي، وبيتصل بالبوليس وبيقول لها انه ممكن يقتلها لو ما اعترفتش. فبتعترف في التليفون وبيجي البوليس يقبض عليها طبعا مع اعترافها، وبيتحكم عليها هي وهو بيطلع براءة. وبيخرج طبعا من السجن وبيخرج مع بنته ومع خطيبته، وبينتهي الفيلم نهاية سعيدة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.